تاكلي حاجه حلوه ومش مكلفه وسهله ومش هتاخد معاكي وقت، تعالي اقولك. يلا بينا. بصي يا ستي، اول حاجه معانا لبن ايا كانت الكميه. انا معايا كيلو لبن هاخده على البوتاجاز هغليه. اهم حاجه نغليه. تمام. تقدري بقى تكتري الكميه، تجيبي كيلو، تجيبي 2، تجيبي 3 على حسب الكميه اللي انت هتعمليها من الحلو بتاعنا النهارده. سهل وبسيط. وبصي في 10 دقايق هتعمليه. اللبن بتاعنا غلي، هننزل بمعلقه صغيره فانيليا باودر او سايله، وندي تقليبه كويسه. بعد كده هنحلي اللبن بتاعنا على حسب ذوقنا في التحلية. في ناس بتحب السكر وسط، مسكر قوي، يعني حلي اللبن. تمام. فالسكر بقى يزيد يقل، ده ترجع لكل واحد فينا. يعني انا شخصيا ممكن كيلو لبن هحط عليه مثلا فنجان من السكر. انتي تحطي اكتر تحطي اقل، طبعا براحتك. معلقه سمنه كده حلوه او زبده، ونسيح الكلام ده كله ونطفي البوتاجاز. ده من فيه بيتجاب من محل مستلزمات الحلويات. طيب لو ما عندكيش منفيه، تقدري تجيبي فطيره من الفرن او تعملي فطير مشلتت في البيت وتعملي منه ام علي. تقدري تجيبي رقاق وتعملي منه ام علي. تقدري تجيبي جلاش وتقطعيه وتديله دهنه سمنه او زيت او زبده وتدخليه الفرن يتحمص وتعملي منه ام علي. تقدري تجيبي كرواسون من اللي بيتباع في الافران وتعملي منه ام علي. كده انا قلت لكم على كل البدايل اللي ممكن تعملوا بيها ام علي في حاله وجود ان انتم مش لاقيين المنفيه. لاقيينه خير وبركه. بيفرق في الطعم من المين، يعني حاجات بسيطه مش قوي، لكن في الاول في الاخر كلها اسمها ام علي. تمام. انا طبعا بما ان المنفيه متوفر موجود عندي بجيبه من محل مستلزمات الحلواني. بتجيبي بقى براحتك، بتجيبي كيلو، بتجيبي نص، على حسب. باخد طبعا انا هنا هعمل كميه لان احنا في البيت مدمنين ام علي. جبت المنفيه بكسره، مش بهريه قوي، بكسره يعني حتت كبيره، مش كبيره قوي ومش صغيره قوي، زي ما حضرتك شايفه كده اهو. تمام. هي الصينيه دي انا جايبه 3 وحدات، حطيت في الصينيه دي 1 وربع تقريبا، وهعمل صينيه كمان هحط فيها اللي هي الاتنين الا ربع. بحط بقى اي مكسرات عندي، سوداني، جوز الهند، زبيب، عين جمل، فستق، بوزدق، لوز، اي نوع مكسرات موجوده عندك. زبيب، جوز الهند. ما عندكيش مكسرات، مش الوصفه مش هتبوظ وطعمها مش هيتغير، هي ام علي. تمام. المكسرات دي يعني اجتهادات شخصيه مننا، كل وصفه طبعا غير التانية، لكن في الاول في الاخر اسمها ام علي. في الاصل اصلا ام علي ده رقاق ولبن بس، زي ما بقولك تقدري برضو تعمليها برقاق واللبن وخلاص كده تطلع جميل. عندك مكسرات حطي، ما عندكيش خلاص، بس هي جميله جميله جميله. جربيها هتعجبك جدا. ممكن تجيبي سوداني بس تكتفي بيه وتحطيه، زبيب بس تحطيه، مفيش زي ما بقولك مش هنوقف اكلتنا يعني. بنجيب بقى اللبن بتاعنا اللي دوبنا فيه معلقه السمنه وحطينا الفانيليا والسكر، ونبتدي بقى نسقي ام علي بتاعتنا. في خطوه بقى مهمه حابه اقولها، بعد ما بتسقي ما بتقلبيهاش بقى ولا تاخدي من هنا تحطي هنا، لان كل ما لعبتي فيها بتشرب لبن، كل ما قعدتي تقلبي فيها هتلاقيها شربت لبن، فلا. عشان كده كسرنا ام علي وحطينا المكسرات وقلبناها قبل خطوه اللبن اهو. بس كده. ممكن اجيب معلقه مثلا اغطس زي ما انت شايفه كده، لو في واحده مش طايلها اللبن ولا حاجه، اللي هو بغطس بس كده اهو. انا طبعا قبل ما ابتدي في ام علي البوتاجاز بتاعي يسخن قوي وطفيته، وبعد كده الشوايه، لان هي كل حاجه فيها مستويه، مش بتاخد وقت في الفرن خالص، يعني ممكن نقول 3 4 يوم ما نقول طولت 5 دقايق تحت الشوايه. ام علي كده خلصت. لا، في تكه بقى مهمه جدا جدا جدا. بعد ما سقيناها باللبن كويس كويس قوي، اديها لبن اللي بتحب اللبن عشان ما تطلعش ناشفه منك يعني. معانا بنجيب سكر بودره، يا اما تجيبي سكر بودره جاهز، يا اما بتطحني شويه في مطحنه الخلاط عندك. تكه السكر البودره دي حلوه جدا، بغض النظر بقى عن اي وصفه تانية. يعني في وصفات بيحطوا مثلا كريم شانتيه على الوش، حاجه، كل وصفه طبعا والتانية تحترم، لكن انا بتكلم على اضعف حاجه يعني ممكن تكون موجوده عندنا، اللي هو السكر موجود في اي بيت. عندك سكر بودره اوكي، ما عندكيش هتجيبي زي ما بقولك شويه سكر تطحنيهم حلو وتحطيهم على الوش، بيدوا كراست حلو جدا كده،
طبقه مقرمشه، عايزه اقول لك هتاكلي وتستني ان تيجي حته في بقك مقرمشه. بجد تحفه، حلوه جدا جدا جدا. بصي بايدك بقى كده اهو ورشي، اديها بقى سكر ما ترحميهاش. طبعا انا قايده الشوايه بعد ما حطيت بقى طبقه السكر اللي هو البودره على الوش كده اهوت. حد يقول لي ان ينفع نحطه حب؟ لا مش هينفع، مش هيديكي النتيجه بتاعه الطبقه المقرمشه اللي بتبقى على الوش حمرا ديت. كده دخلناه تحت الشوايه، البوتاجاز مطفي والشوايه هي اللي قايده. بصي اهو، كل بقى ما عوزتي اللون اغمق افتح طلعي. انا استكفيت باللون ده كده اهوت وطلعتها. بصوا دي كده طلعت بيضه ها سيكه يعني. التانية بقى هحمرها شويه. بصوا شكلها حلو جدا، تقدري طبعا تدوسي عليها في شويه في السوا، لكن يعني كانت مطلوبه مني ان هي تطلع بيضه كده شويه، يعني ما تدوسيش عليها نرمين قوي في السوا، يعني مش عايزين السكر يتحرق. ما قلت ما فيش مشكله يعني. الاكل اذواق. الصينيه التانية بقى لا، احنا الجزء في البيت لا يا مامي ارمشي السكر ودي سكر اكسترا سكر، فهتلاقوني حطيت اكسترا سكر عشان جونيرا بتحب الحاجات اللي هي بتحب الحلويات جدا، فاكسترا سكر واكسترا قرمشه. بصوا اهو، بصوا انا هنا بقى دي، بصوا يعني مجلساها طبقه سكر كده بودره محترمه. برضو عملناها بنفس الطريقه اللي عملنا بيها الصينيه الاولانيه. تقدري تحطي في طواجن فخار، في صواني ألمونيا، في صواني بايركس، في اي حاجه تكون بتدخل الفرن، اي حاجه. وهندخلها برضو تحت الشوايه. بصوا دي بقى عشان واخده اكسترا سكر، بصوا لونها طلع ذهبي وخطير وجميل وطبقه قرمشه عايزه اقولك فوق الخيال. بصي الشكل اهي، بجد حلوه جدا، سهله قوي، بسيطه. انا شخصيا شايفه ان هي مش مكلفه. ممكن تجيبي لفه جلاش ب 15 جنيه، كيلو لبن ب 30 جنيه، يبقى الحساب كله 15 و30 50 جنيه. بصوا قد ايه مقرمشه، احلى تحليه. سامعين القرمشه دي ام علي؟ بصوا الكلام الجميل ده، بصوا يا خراشي، بصوا قد ايه جميله، قد ايه غرقانه في اللبن ولا الريحه. قربوا بس تختصوا معايا في الصينيه يعني. بصوا الجمال، سهله سريعه بسيطه، مش تاخد منك وقت خالص. طبعا دي على ما جيت اصورها لقيت جون هنا غطسانه فيها، برضو جميله. قربوا بصوا اهو، امشوا على التكات مظبوط معاكم، جميله كده. بصوا قد ايه مقرمشه، بجد تحفه، سهله جدا جدا وموفره في الوقت جدتين. طبق السكر اللي احنا حطينا على الوش عشان كده قلت لكم في اول فيديو تعالوا نشوف الطريقه، عشان انا لو نزلت فيها مش هوريكم الطريقه. انا من عشاق ام علي. لما مشيش انا هبطل الاكلات اللي اكلها كده وهبطل على نفسي، حقيقي حقيقي طعمها تحفه. يلا بسرعه قومي اعمليها. قلت لك على البدايه في الفيديو، تقدري تجيبي بدل المنفيه تعملي فطير مشلتت، تجيبي فطيره مشلتته من الفرن. في اكل بقى انت نفسك تعملي حاجه حلوه وما عندكيش وقت ومش قادره تقفي في المطبخ وتعبانه وهمدانه وكسلانه، تقدري وانت جايه من الشارع تجيبي فطيره من الفرن زي ما يكون ثمنها وتعمليها بنفس الطريقه وهتطلع معاكي حلوه جدا. قدرتي تجيبي من فيه خير وبركه. عارفه المولتو؟ تقدري تجيبي مولتو من اللي بيتباع في الافران دلوقتي، بيتباع بالكيلو، هاتي نص كيلو، هاتي ربع كيلو، وبرده اعمليه بنفس الطريقه يطلع تحفه. مفيش ده وده، هاتي رقاق يا ستي حلو جدا. مفيش ده وده، هاتي لفه جلاش قطعيها، ما تفتفتهاش، قطعيها حتت حلوه كده صغنونه، حطيها في صينيه، رشي عليها معلقه سمنه حلوه كده وفرفريها ودخليها الفرن تاخد تحميصه واعملي بيها احلى ام علي. قلت لك على كل البدايل علشان الناس اللي ما عندهاش منفيه
وما بتعرفش تجيبه منين، اي حاجه من دول هتطلع حلوه جدا جدا جدا. جربوها، مستنيه ارائكم في التعليقات، ارائكم بتفرحني جدا جدا، واشوفكم باكله جديده من بيت العيله اكلات نرمين. باي باي.